نزلت حمدية من السيارة وهي سدت الباب، اتصلت عليها مسعد، قالت لها ليش سديت التليفون بوجهي؟ شغلة ثانية، انت ايش عندك بباب الشرجي؟ حمدية قالت لها لا انا ما سديت التليفون، هو وقع من يم رادة تتبرر وتغطى على السؤال الثاني. المهم مسعد استعجلتها، قالت لها خي اجري سيارة وتعالي علينا يا اما للقناة او شارع فلسطين، لان السايق ما يقدر يوصل الباب الشرجي. رجعت حمدية، أجرت تاكسي وعافت البتاوين وصعدت راحت الشارع فلسطين حتى من هناك تلتقي بأم سعد ويرجعون إلى تكريت. رجعت حمدية وهي مضروبة براسها ودايخة وتفكر بشذا، وكانت تتمنى بنفس اليوم ترجع إلى بغداد. من كثر انشغالها بشذا نست تسأل مسعد عن أحوال ابنها، وأم سعد نست تعيد السؤال على حمدية شو تسوي بباب الشرجي، لأن المسكينة كانت هواي ضايجة على ابنها وجابت الطريق كله تبكي ومالها خلق روحها. وحمدية كانت تحس همها أكبر من هم مسعد، يعني مسعد ممكن تسولف وتحكي همها للناس، لكن حمدية ما تقدر تسولف. من وصلت للبيت الولد تلقوها وقلبوها عليها مناحة، لأن استبرق ما مهتمة بيهم ولا طابخت لهم ولا موكلتهم، فهم بقوا يشكون لأمهم. أمهم ما اهتمت لهم أبد. صار الليل ورجعت اتصلت بالسايق وقالت له تحجز لي مقعد ترجعني إلى بغداد. وقبل لا يصحون الولد الصبح من النوم اتصل بها السايق، فهي راحت قاعدة تستبرق ورجعت وصتها بأخوتها وأخذت غراضها وطلعت مثل الحرامية. من وصلت بغداد الظهر طلبت من السايق ينزلها بنفس المكان اللي قبل يوم أخذها من عنده. نزلها يم نصب الشهيد، أجرت تاكسي قبل للبتاوين. بس حمدية ما كان عندها فكرة شلون توصل الشذا وإلمن تسأل وياها اللي يتقله. دخلت بأول دربونة كانت مسدودة بصبات، بس أكو نفرين ثلاثة قدروا يعبرون، فحمدية تبعتهم. دخلت وصلت النص الدربونة خلت ورجعت لأن خافت. انتبهت حمدية أنه من طلعت الراس الشارع شافت أغلب اللي موجودين بهذا المكان هم السودانيين، اللي قاعد بباب المحل واللي قاعد على الرصيف واللي داخل للمنطقة. فحمدية قامت تقوي جرأتها وتدخل دربونة ورا دربونة، بس ما تتجرأ وتدق البيبان، فقط تفوت. كانت تتمنى انه تشوف شذا او تشوف بتها. تعبت حمدية من المشي والفر ما بين الدرابين، رجعت قعدت على الرصيف على الشارع، وهي قعدتها اتصل بها ابنها علاو وكان عصبي كلش. حمدية زادت عصبيتها عليه وبدت تغلط وتسب وسدت التليفون وما جاوبتها على سؤاله انه ليش عافتهم ورجعت لبغداد. بعد الاستراحة اللي اخذتها حمدية على الرصيف قررت ترجع من جديد وتدخلهن دربونة دربونة. فدخلت باول دربونة شافت اكو جهال يتراكضون، قررت توصل يمهم وتسألهم. فمن وصلت دخلوا للبيت. بعد ما دخلوا دقت الباب حمدية عليهم، طلع لها جاهل قالت له صيح لي امك. بعد ما طلعت امه حمدية وجهت لها سؤال، قالت لها بلكي تعرفين بنية هنا اسمها شذا. فهاي بدل ما تجاوبها وتنطيها عنوان شذا فتحت تحقيق ويا حمدية، وحمدية ملت من الأسئلة من عندها وعافتها ومشت، وبقت تفتر بالدرابين إلى وقت المغرب. انتبهت بدت المحلات تعزل والشوارع تفرغ وحتى سيارات قليلة، فحمدية خافت على نفسها. رجعت طلعت على الشارع، أجرت تاكسي وراحت لأم عثمان. لقت أم عثمان لوحدها، أم عدنان عايفتها ورايحة للغزالية. أم عثمان استغربت جية حمدية، وبنفس الوقت كان وجهها ثقيل عليها. فحمدية انتبهت، لكن قالت يمكن لأن مريضة أو لأن بنتها عافتها وراحت، فخلت الأمور طبيعية. ورجعت سئلت المرأة، قالت لها خالة متعشية لو نسوى عشاء؟ قالت لها لا حمامة، روحي أكو شوربة موجودة بالثلاجة طلعيها وحميها وخلي نجي نتعشى سوية. بعد ما كملت العشاء حمدية وحضرتها اجت قعدت وبدن ياكلن. فأم عثمان باوعت عليها، قالت لها والله يا بنتي يا حمامة أرد أقول لك فد شي، بس أنا مستحية وأخاف تاخذينها بغير قصد. حمدية كانت تظن انه هاي المرة تريد تسولف على شذا او تعرف فد شي جديد، فرأسا بدت تتوسل بالمرة. قالت لها انا مثل بنتك، وش تردين تحسبين حسبيني ولا تضمين علي، وانا خالة ترى من الصبح لحد هسه افتر بالدرابين دربونة دربونة وتعبت رجلي وكش ما حصلت اي نتيجة، فاذا تعرفين فد شي على شذا قلي لي. ردت عليها ام عثمان قالت لها هاي شبيك يا بنتي، انت وين رحتي وانا وين جاي اسولف؟ قالت لها لعد شنو يا خالة، مو أنا كل بالي وتفكيري يمشى ذا، فعبالي تسولفين عليها. قالت لها لا لا لا، انت وين رحتي؟ عرب وين؟ طنبور وين؟ حمدية خافت، قالت لها ليش يا ستار؟ اكو بعد شغلة ثانية غير هاي؟ خوفتيني قلي لي. قالت لها اي والله يمه. سكتت وجرت لها حسرة وقطعت الأكل.
حمدية خافت، قالت لها خو ما كريم ومرته شذا بيهم شيء. قالت لها لا يا بنتي الله يخليك لا تفاولي لهم، الشغلة الثانية بس انطيني مجال أكمل، لا تظلين الطفرين وتلزمين السالفة من ذيلها. صفنت ام عثمان ورجعت كملت، قالت لها البارحة من طلعتي من عندنا بالليل؟ رجعت سكتت. حمدية هم كذلك ساكتة وتستمع حتى لا تقاطع ام عثمان. فام عثمان قالت لها شوف بنيتي، انا راح اختصر عليك الموضوع وما اطول السالفة. تعرفين ذول الناس اللي سكنوا ببيت ابو رضا؟ حمدية قالت لها لا ما اعرفهم، ايش بيهم ذول؟ وقعت قلبي. قالت لها شوف اقول لك، هذول لا كانوا يسلمون علينا ولا يطبون ولا يطلعون. قالت لها ايه؟ قالت لها هاي البارحة بعد ما رحتي انتي اجت دخلت علينا، ولو مام عدنان قالت هاي جيراننا هم ما كان عرفتها، وبدون لا سلام ولا كلام سألتنا عنك وقالت ايش عندها يمكم ومنين تعرفونها وش جابها عليكم. لا اقول لك ولا تقولي لي، كانما شرطي وجاي يحقق ويانا، رافعه خشمها وتتعنطز علينا وتفتر فوق راسي وراس ام عدنان، ولا احترمتني ولا احترمت شيباتي ولا كبر سني. والمصيبه يا بنتي هددتني تطلعني من البيت وتطلعني من المنطقه. حمديه بقت صافنه بوجههم عثمان وخافت لا فعلا هذول يطلعونها من البيت، وهاي المره ما باقعتها بالدنيا فقط هذا البيت ومتعلقه بيه بشكل، لان كل ذكرياتها هنا تتذكر ابنها عثمان وزوجها ابو عثمان وحتى بناتها. بعد الصدمة اللي تلقتها حمدية رجعت حكت ويا ام عثمان، قالت لها زين هاي ايش عرفها بي؟ وين شافتني؟ قالت لها والله يا بنتي ما ادري، حتى ام عدنان قالت لها مرة واجتنا خطار، شلون نطرتها؟ والشغلة الثانية اخوها ماخذ اختي، يعني خو ما انقلبت الدنيا، ردت علينا بكل صلافة، خطار مو خطار اذا شفناها مرة ثانية هنا ما تلومون الا نفسكم. حمدية بلا وعي وهي بصدمتها ضربت على صدرها وقالت هذول من كل عقلهم يحجون، هذا بس لا مهدي محرضهم علي. ردت عليهم عثمان قالت لها يمكن، لأن هاي قالت لو مال خاطر ام مهدي ما أخليكم تبقون دقيقة هنا. حمدية بلعت ريجها وبقت صافنة وما تعرف شو تقول للمرأة. آخر شي قالت لها والله خالة هسه لو ألقى سيارات بالشارع كان طلعت وعفتكم، ولا أخليكم تتعرضون لهيج موقف وهذول يجون يتجاوزون عليكم، بس مثل ما تعرفين إذا طلعت وين أروح؟ بس اللي أريده منك تصبرين لي منا للصبح أطلع وما يكون خاطرك إلا طيب. ردت عليهم عثمان قالت لها والله يا بنتي أنا حاسبتك مثل بنتي والله يشهد علي، أنا هذا البيت معتزة بي، حتى ام عدنان قالت لي تعالي عيش يمي بالغزالية، لكن أنا ما أقدر أفارق هذا البيت، ومذممة عليهم ما أطلع من هذا البيت إلا جنازة. وعادت ذكرياتها وتذكرت أبو عثمان وشلون تزوجت، وبقت تسولف الحمدية وتبكي، وما خلت شي ما سولفتها إلى أن بدأ صوتها يتقطع وغطت بالنوم. نامت ام عثمان وبقت حمدية تتقلب بأوجاعها، والليل كله ما نامته من القهر. الفجر وقبل لا تفتح الباب حمدية تلثمت بربطتها حتى لا واحد يشوفها ويعرفها وتسبب مشكلة البيت ابو عثمان، وعافت البيت وطلعت. كانت الشوارع فارغة من الناس وحتى من التاكسيات، وحمدية ما كانت تسمع فقط صوت الطلق، صوت الطلق، ووراه مباشرة صار انفجار كلش قوي وقريب. حمدية خافت من سمعت صوت الانفجار واحتارت وين تروح. وانا لهنا واكمل بالمقطع الجاي، وتعذروني لان صار لي 3 ايام ما منزل مقاطع، بس اليوم ان شاء الله اعوضكم.